سلام الغزالة ديالي، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اللي مازال ما شاركش معايا في القناة توقف لا فيديو دخل تشارك معايا في القناة. ومرحبا بك عندي، مرحبا بك في العالم ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة جد 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 رائعة البنات. كتبان لكم من الاستعمال الاول بالنسبة للبنات اللي عندهم الشعر ديالهم خفيف او لا كيطيح او لا ما كيطوالش او لا فيه شيب، ولا اللي بغات تنصح له اللون يعني باش يولي اللون ديال الشعر اسود. وكنقول لك ما تفلتيش هاد لا فيديو بالنسبه للبنات، حتى البنات اللي كيرضعوا كيطيح لهم الشعر حتى هما. يا مرحبا بكم في هاد لا فيديو. دونك هاد لا فيديو فيه وصفه 100% مغربيه ديال جداتي، كانت كديرها لينا فاش كنا صغار. وإلا دخلتو سولتو على هاد المكون راه فريمون مكون جد 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 رائع لفروة الرأس. هانتوما شوفوا معايا، هذا راه جدر ديال القصب يابس، كتلقاوه عند اي عطار او لا كنتو في العروبيه. كتقدروا تلقاوه غير في الجنب ديال الشانطي كتلقاوه. دونك كتمشيو لهاد العطار كتاخدوا واحد الكميه ديال الجدر ديال القصب، كديروه يا اما كيتحمر فوق الجمر او لا كتدخلوه غير في الفران ديال الدار، ولا حداكم شي فران في الزنقه كيدير داكشي د العواد وداكشي. تقدروا ديروه في شي طاوه وتعطيوه ليه يحمروا ليكم. كي شفتوا البنات هنا انا راه حمرته، وهنا دكيتو غير شويه بالمهرات فاش غنبغي نديرو في مولينكس ما يخسرهاش ليا ولا شي حاجه راكم عارفين. دونك بالنسبه للبنات هاد الفوائد اللي فيها هاد الجذور ديال القصب، دخلوا ديروا في جوجل فوائد جذور القصب وغيطلع لكم بزاف 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 د الفوائد منهم. يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم فروه الراس مريضه ولا كضرهم كيشافيها وكيقصح هذيك الفروة، وكينبت الشعر في واحد المدة اللي هي وجيزة من أول الاستعمال. وبالنسبة للبنات اللي شعرهم عاجز ما كيطواش كيطوال، الشيب ما كيبقاش بيض كيولي كحل، اللون ديال الشعر البنات اللي كيبغيو اللون ديال شعرهم يولي كحل بلا صباغة. دونك كنصحكم الوصفة اللي فريمون جد جد رائعة. كي شفتوا معايا هنايا حطيت هاد الكمية غنطحنها او ميم طون نشرح لكم انا الطريقة اللي غندير، وكاينه طريقة اخرى تي غنعاود نديرها معكم في الفيديو. بالنسبة لهاد الطريقة، انا بالنسبة ليا حيت بغيت نديرها في الويكاند، غنديرها ان شاء الله الجمعة بالليل وغنخلي شعري حتى الغد ليل. داكشي علاش ما غنديرش الزيت نورمالمون. آه، هاد البودر شوفوا كيفاش ولا البنات، ولا بحال الشكل ديال الكحل. هذا كيدار مع زيت الزيتون او لا اي زيت. انا حيت غنديرو حتى الغد ليه البنات، وناخذ النصيحه اللي بغات تبيت في راسها شي وصفه ما تبيتش في راسها شي نوع ديال الزيت كيف ما بغى يكون. الزيت ما كيديباسيش واحد الساعه ولا ساعه ونص في الشهر، سينو شعرك كامل كيبدا يطيح. هذه نصيحه خذوها مني. بالنسبه للبنات هاد الوصفه اللي قلت لكم غنديرو هنايا، نقول لكم هاد البودر بعدا ديال القصب تقدروا تخلطوه مع شويه ديال زيت الزيتون وديروه في هذاك ديال التيوب ديال الريسيل فاش كيكون خوا، وتغسلوه وتبقاو تمشطوا به يا اما الشفران ديالكم او لا الحجبان. هذا حتى هو فريمون افيكاس. اما دابا بالنسبه لي انايا الوصفه اللي غندير اليوم، شوفوا معايا غناخذ واحد المعلقه ديال البودر ديال القصب غنحطو هنايا. وعندي المكون الثاني البنات اللي فريمون زوين، يعني اش نقول لكم زوين، ما قليله في حقه. حتى هو كيعزز النمو ديال الشعر. عندي هنا السدر البنات، معلقه كبيره ديال السدر. السدر كيفاش غندير لها؟ غنشد السدر غنخوي عليه شويه الماء سخون، غنديرو فواحد الكاسرول وغنديرو ميم با يطلع فيه الغليه وكنحيدو. نتوما تشوفوا معايا الطريقه. انا غنديرو هنايا في الكاسرول قلت لكم كطلع فيه الغليه البنات صافي، وكنحيدو وكنميلونجيه مع هاد البودر ديال هنايا البنات. شديتو خزنتو داكشي اللي شاط ليا درتو في هاد القرعه ديال الزاج صافي، وغنسد عليه وغنخليه كيف شفتوا هنا كاسرو غندير فيها ورق السدر وغنخوي عليه الماء طايب. وميم با كيف قلت لكم غطلع الغليه، شفتوا هذا راه الماء سخون البنات، ونديرو شويه طلع الغليه صافي وغنحيدو وغنخلطو نبدا نكب بشويه بشويه في داك الخليط ديال الجذور ديال القصب كيف شفتوا معايا. بالنسبه للبنات الجدر ديال القصب راه رخيص بزاف
ومهم بزاف الفروة ديال الرأس أحسن من بزاف ديال لي برودوي اللي كيتباعو دابا بأثمنة باهظة. هادي واحد الوصفة كانوا كيديروها جداواتنا زمان، ما كانوا كيعرفوا لا وصفات، ما كانوا كيعرفوا لا زيوت لا سيروم لا لي ماسك لا والو. هذا هو السر اللي كانوا كيديروا، لدرجة كانوا الا سولتو، لا زعما سولتو امهاتكم ولا جداواتكم، كتلقاوهم ناس زمان كان عندهم الشعر كتير وطويل. شفتوا البنات ما علينا، هنايا خلطت شويه مع هذاك الخليط، كنبقى بشويه بشويه هكا وكنخلط. فيه غير باش كلشي كي كيتخلط في بعضياتو. ومن بعد البنات حيت هذاك باقي سخون، كنشدو كنغطيه بشي حاجه وكنخليه حتى كيبرد، تقريبا شي ساعتين ولا 3 سوايع على حسب الوقت، يعني ما ديروش وهو سخون. هانتوما شوفوا كيفاش ولا الخليط. صافي كيتغطى وكنخليه ابخي حتى كيبرد مزيان. البنات عاد نوريكم الطريقه حتى هو كيفاش كنابليكيه في فروه الراس ديالي. صافي هنايا فاش غطيته، وهنا فاش غنستعملو. هانتوما شوفوا معايا البنات، كنقسم الشعر ديالي على زوج. وفاش كديروا البنات هاد الوصفه، كتبقاو ديروها في الشعر ديالكم وكتحكوا الانامل ديال الصبع ديالكم، ماشي بالضفار ولكن بالانامل. كديروا الوصفه من الجدر ديال الشعر حتى الاطراف من الفوق، وانتوما كدهنوا. ها انتوما شوفوا الطريقه، الشعر كامل كدهنوه، ما كتخليو حتى شي بلاصه. كيف قلت لكم، وبالنسبه للبنات انا هاد الغلط درتو. الا عندكم شي بيجامه زوينه ولا مازال باغيين تبقاو تلبسوها وداكشي، جو كونساي كنتش ما تلبسوهاش وانتم كديروا هادشي، حيت كيطيح عليها هادشي وكتجي شويه صعيبه في الصابون ديالها. دونك من الاحسن ديروا شي بيجامه في النوار ولا شي لون، هي اللي تابليكيو بها هادي باش كتجي سهله في الصابون. مي هادي أنا اللي لابسه الغوز طبعت، ولكن واخا هكاك ديك الساعه انا كنصبن فيها شويه نقص من هذاك الشيء. مي من الاحسن البنات ديروها في شي بيجامه اللي تكون نوار. شفتوا الطريقه، وكتجيو حتى الوسط ديال الشعر. هانتوما فين كاينه القلنا، وكتبقاو دهنوا بحال هكاك. والمساج البنات ضروري، المساج للشعر. وبالنسبه فاش تكملوا الوصفه على شعركم، شنو خصكم ديروا؟ تشدوا واحد الفوطه، ديروا فيها الماء يكون شويه دافي، ودوروها على شعركم. بما كتحسوا بها نشفات كتعاودوا ديروها. وضروري البنات شوفوا معايا هنايا، درت فروه الراس مزيان، درت جناب، درت ميم اي بلاصه في شعري درتها. لا فيديو ديالي البنات كيسالي هنا. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفه، فريمون وصفه صحيه للشعر ديالنا، وكتحسوا بالشعر ديالكم فريمون كيتعالج. ولا بغيتو شي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش لي جيم. اي حاجه خصاتكم خليوها لي في كومونتير، ان شاء الله غنقرا لي كومونتير كاملين ونجاوبكم.